وهذا خلال الطرف حقك. ها كبر بعد خدمة 25 سنة خلال الطرف. الله يعين تكفى الله يرحم والديك. شوف لي راتبي هذا بعد تقاعد كم يعني يطلع لاني تعرف خلاص مالي في الرياضيات الحسابات طقت فيه. لكن والله انا استفدتني تميس وجبنا كل صبح جاي رايح بح مع ملاحي بعد فيه. راتبك راح يكون 4300. لا تمزح. لا تمزح. راتبك 4300 يا رجال. راتبي 13000 وخدمة 25 سنة. 25 سنة عمر وانا معود نفسي على 13000. كيف ينخرط بجعف ومرتين واحدة ويروح 4300. حنا العسكريين من يوم انت قاعد تروح البدلات وما يبقى لها الا طفسه ودي شو تكفي. تكفى يا ابو عبد الله. انا عند الله كم عندك الحين اذا قاعدوني واعطوني 4300 وانا رجال علي اقتصاد حوالي 5500 يعني ما عندي راتب بطلع مديون. والله انك جاي ماسكني قاعد قد الحمار وما اخذني السجن. هذا نظام يا مناحي ما بيدنا حيله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا ابو عبد الله يوم ما سلمتهم البدل اللي عندي والبساطير اللي مستلمها من 25 سنه تتوقع يقعدوني ولا يخلون راتبي يمشي وتجبك العجله وما حد عني؟ لا يا حبيبي لو ما جبت يمكن حتى ال 4300 ما راح تحصلها. طيب انا بسالك سؤال يا ابو عبد الله. ليش الموظف المدني هذا اللي جالس تحت التكييف طال عمرك وما عنده الا ينظف ضفيره يكلم تليفون يقرا جرايد اذا تقعد ما يخصم من راتب الا 300 ولا 400 ريال. وحنا العسكر اللي في الحر وفي البرد ذابحه امنا الشموس نص عمره قضيته في الشوارع في المرور اخره طال عمرك ينزل راتبي ويتقاعد معي كله. بس المسؤول يا اخوي. ترى والله خدمنا البلد والله العظيم من عند انتماء وحب للبلد هذا ما هو عند احد. انا خادم من 25 سنه واخر شيء يوم اتقاعد يجيني 4000 ما اعرف تسوي لي في ذمتك في ذمتك و300 سنه شد الجوال ولا شري شريحه شوال.